الطفل ليش مو يمك؟ يعني هو المفروض الحضانة تصير عند الأم، زين، وهو بعد الطفل. موسى عمره 1 و3 أشهر، صارت أخير شي يعني مشكلة، كان يهددني يعني أنا يضربني كل ما يحكي أنت ما عندك أحد ما تاخذيهم، وأخذهم بالقوة. بس خوات؟ بس اخوان صغار، عندي اخوان اصغر، اني اكبر وحده. فكان دائما يهددني انتم ما عندكم احد، ما حد يوقف لكم. اللي نفسه هو الظهر يعني والده. نعم. نعم. اخذه مني، ضربني وهو بيدي، جرح حيل من ايده واخذه، وكان يجي للبيت هم يهددنا. رحت رفعت دعوه بالمحكمه مال تاجي. ودينا تبليغ له. اجا بالليل يقول اضرب طلقه براس كل واحد وما انطيهم الك، ما تاخذيهم، تعرفيني اني ما يهمني عشيره، ما يهمني قانون. اخذهم مني، وكل مره يعني اذا اروح كنت اني اجيبهم، بقوا يم بيبيتهم هي تجيبهم الي، واني اروح عليهم للمدرسه ب7 البور اسال عليهم اجيبهم. ما شفتي الاثار على جسمه؟ لا، من كانوا بيبيتهم كل شيء ما بيهم، يجون عادي يمي هي تجي تاخذهم، يجون هيك لحد ما اخذهم بشهر 12. اجوا راس السنه كلها يمي، شهر الواحد يوم 3 بالشهر اجا اخذهم. بعد صارت قمنا يعني صارت صياح وبالبيت وطب علينا، واخذ الجهال جرهم، لان من كنت احكي ويا ابني الكبير احمد اقول له شنو دا يصير وياكم؟ اثنيناتهم كانوا وياه. نعم. فاجا حكى لي يقول انا ما اقدر احكي لان بعد ما يجيبني لك ما يقبل. قلت له احكي لي شنو اللي صار؟ قال لي كان يهد يعني يضربنا اخوها، اخو المجرمه. اخوها؟ اي يصعده هيك بالحائط، يقول له تقعد احسن لك. كان هو يقول هو يضربنا وياه، يضربنا. وين الاب؟ موجود. يقول هو كان يضربنا وما يقبل نحكي، يقول سكتوا انتوا وقحين. من اجى 2018. زين. من اجى واجهته قلت له ليش كذا يصير بيهم الطياني؟ انا كم مره يعني اقول لك عوفهم يمي بعد، وما حرمك من شوفتهم تجي اي وقت شوفهم، بس عوفهم يمي بعد. ليش كذا تسوي؟ اذا ما تريدهم عوفهم، ما عليك انت. تعال هو شنو صاير؟ احمد كل شيء حكى له، وكان دا يبكي، كان يقول له ما دام ما قلت لي بوقتها سقط حقك. ها هي صار صياح يعني بالبيت، وليش وما اجى دفعني حيل. جار احمد يقول له امسح عيونك انت رجال لا تبكي، وجر موسى وراح. بعد بقينا هاي الاشهر كلها ما نندل يعني بيتهم، مدرستهم ما اعرفها، وينهم الاطفال. يعني انت فقدتيهم بمثابه عمليه خطف، صح؟ نعم. زين. واشهر اني ادز جيبهم ما اجيبهم. هاي النتيجه يعني. نعم. الولد انفقد يعني، فقد بطريقه بشعه. أنا أريد أسأل، أنت ما طرقتي باب القضاء؟ يعني ما رفعتي دعاوى قضائية من أجل استئصال الحضانة؟ حضانة اشتكينا. نعم. أول مرة رحت أنا سويت حضانة وأني وأمي، وهاي مال التهديد كل شيء، ما يعني كل شيء ما سووا. هي هاي نتيجتها لحد ما أخذهم. كان دائما ما عندك أحد، ما اهتم أني لا قانون لا عشيرة، وأخذهم وراح. مش ما يعني ما حد وقف ويانا من القانون، ماكو.